أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لا التاني الدحيح. مش دي المقدمة بتاعتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ خلصنا الحلقات بتاع جودة الحياة وحلقة جديدة من عن تجربة بودكاست. الحلقة النهاردة ربنا يستر بقى كده، يعني اقدر اكمل من غير تنمر، لكن هي بصراحة الحلقة مش هينفع يعني ما تعديش من غير تنمر، لان هو الموضوع كريتيكال كده، صعب كده، سينسيتيف كده، يعني في شوية حاجات. المهم احنا هنقسم الحلقة نصين او نخليها ميكس كده، مش هتفرق يعني، لاني مش عارف هطلع وانزل فين. هنتكلم عن قيادة السيارات وشراء السيارات في السعودية. ممكن تعتبرها نصايح وممكن تعتبرها ارشادات، يعني اللي انت عايزه اعتبره، يعني جديد بقى انت او قديم، طبق اللي يعجبك على الموضوع. بداية كده، لو انت عايز تشتري عربية، طبعا المصريين عارفين ان العربية بالنسبة لنا امر مهم، فيعني لما تيجي تختار لازم تختار بعناية وكلام من ده وبتاع. لكن ممكن اقول لك ان الكلام دوت يعتبر في مصر، انما في السعودية الموضوع ممكن يكون مختلف شوية لعدة اسباب. المهم ان انت برضو ممكن تاخد معاك شوية حاجات كده وانت ماشي. يعني شوف يا عم، لو انت يعني جاي على شغل جديد او نقلت على شركة تانية جديدة وكده، ومعاك عقد مدته طويلة ايا كان بقى المدة، سنة 2 3 يعني، فالاخذ بالاسباب البشرية ان انت معاك العقد ومستقر، يبقى انت هتجيب، ممكن يكون قدامك مقترح ان انت تجيب عربية بيقولوا عليها هنا تمويل مش تقسيط. تمام، باكد على اني مش بدعو. اوكي، انت اعمل اللي انت عايزه، يعني عايزين نأمن نفسنا في الحلقة دي والله. فلو انت قاعد ومعاك عقد ومستقر فترة، تقدر تجيب عربية تمويل، اللي هو الايجار منتهي بالتملك. طبعا مش هقول لك على اسماء شركات، دي ممكن نقولها بعدين، لكن القصة ان هي فيها اختيارات كتير جدا جدا ما بين شركات التمويل وما بين شركات البيع المباشر. يعني في شركات بتبيع عربيات مباشر، واقول لك طبعا امثله عشان تبقى عارف ان كلامي مبني على، لان احنا بقالنا فتره بندور على عربيه انا وواحد صديقي ومش لاقيين. فانت ما تستغربش، لانه طبعا برضو الاعتبارات اللي احنا عايزينها مش لاقيينها، مش قصه ان السوق ما فيهوش، لا، بس احنا بندور على حاجه معينه. هنبدا بموضوع السواقه قبل موضوع الشراء. السواقه مؤخرا في الرياض، كنت متوقع انك بمجرد حصولك على رخصة القيادة انك راح تتمكن من القيادة بالرياض، فانت غلطان. القيادة في الرياض اشبه بما تكون بحرب شوارع. الطريق فيها هو للأقوى، للأجرى، للي ما يخاف، ويجب يكون عندك دراية بعلم النفس وتكون عندك فراسة، حيث انك تعلم اللي بالجانب طرف الجانب الايمن السيارة ذيك وش راح يسوي، راح يطلع عليك فجأة ولا لا. تتنبأ باللي امامك انه احتمال انه يربط فرامل حتى لو ما قدام السيارات. اذا انك بتنحرف يمين او يسار، احذر انك تدق اشارة. اذا دقيت اشارة اعرف ان اللي شافك دق اشارة بيجيك داعس، وبقابلني اذا انحرفت. زي ما احنا كبني ادمين انت عندك variables او diversity من التايبس بتاعت الناس، يعني احنا طباعنا واشكالنا واذواقنا وارائنا وحاجات دي مختلفة. كذلك الناس في السواقة نفس الموضوع، بس بيغلب طابع على فئة من الناس مثلا. تمام، اللي هو ايه، تقدر تقول ان فئة الشباب مثلا يجري ويغرز ومش عارف ايه وبتاع. عايز اقول لك يغرز دي اللي هو يقعد يعني يجري بين العربيات، دي مخالفة. واحد صاحبي اتمسك واتحبس يوم 24 ساعة وحجزوا العربية عشان خاطر المناورة دي. فخد بالك ان المناورة دي مخالفة. لكن انا مش بتكلم على انك تعمل المناورات، انا بتكلم على انه طريقة الجري ومش عارف ايه وبتاع طريقة للشباب. تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي مسؤوليتها الكاملة عن إن أي لبش في أي حتة في أي منطقة من العالم إحنا اللي عاملينه. في الطريقة التانية بتاعت استرها علينا، في الطريقة التانية بتاعت اللي هو بيمسكوا في ايديهم الاتنين. تمام كده، دي طريقة هادية وراسية وعقلة، لكن بتجننا احنا اللي ورا. ليه؟ تصادف مرة احد السيارات ماشية وايديها الاتنين كده وهي هادية وراكزة وكده، وجنبها احد الشباب من جنسية مش هنقول جنسية عشان ايه ما تقولوش متنمر، يعني واضح، لا، بس هي القصة ان هو في جنسية كده بتحب تسوق بهدوء. الغالبية منها، طبعا مش كلها، لكن هقول لك ان الغالبيه منها. فالمهم هي ماشيه وهو جنبها، ما شاء الله عاملين موكب، يعني الطريق كله ورا مولع، احنا مش عارفين ايه السبب، لغايه ما الطريق بقى 3 حارات. فهو جه شمال او يسار، يعني اقصى اليسار، وهي فضلت في اليمين، والحاره اللي في النص اتفتحت.
وبدأنا نجري والطريق يجري، واكتشفنا مين اللي كان السبب في تعطيل الطريق. فالمهم خد بالك من حاجة مهمة جدا، ان انت ما تمسكش اليسار حتى بسرعة الطريق. انا كنت فاكر ان الموضوع مختلف، طلع الموضوع غير ما انا كنت فاكر. لو الطريق سرعته 100 وفي عربية وراك جاية بتجري وبتدي لك نور او بتدي لك كلاكس وانت ماشي 100 وسرعة الطريق 100، ما تقولش مش هعديه عشان خاطر هو عايز يكسر السرعة. مالكش دعوة، الطريق مفتوح لليسار لأي حد، سواء زود عن السرعة أو مشي بالسرعة القانونية، هو براحته. فلو هو جاي من وراك سريع وبيديلك الفلاش، افتح الطريق وخليه يعدي. لكن الكارثة ان انت تبقى ماشي 40 في طريق مفتوح، دوت موضوع مزعج جدا يا جماعة والله. الموضوع ما يعني ملوش طبعا عشان ما تقوليش هو محدد يعني في جنسيات معينة، لا، في عندك حاجات مريبة والله. يعني انا في مرة اصلا موقف كان مضحك جدا، يعني انا بصراحة وقفت يعني فطست اروح من الضحك انا والعسكري. كنا ماشيين والطريق برضو كان طريق حارتين والطريق واقف والعربيات عماله تعدي ببطء، يعني فاهم. جينا عند صدفه كانت عربيه المرور قدامي، فالمهم عربيه المرور جت ورا العربيه اللي واقفه ما بتتحركش، وعمال يقول له حرك يعني، وبيديله فلاش وانذار وبتاع ومش عارف ايه، فالعربيه ما بتتحركش. فانا طبعا مش عايز اعدي قدام عربيه المرور، لازم استنى هو هيعمل ايه مع دوت وبعد كده انا اعدي. فالمهم هو عمال يزعق له في السبيكر بتاعت العربيه، حرك، وهو ما بيتحركش، واقف مكانه وهو جوه العربيه، في شخص جوه العربيه. فالمهم عسكري مصور العربيه خلفه طبعا لان هو واقف غلط، وبعدين معدي وانا بالصدفه قمت معدي من جنبه، فشوفنا اللي في العربيه تمام. فالعسكري بيزعق له بيقول له انا يعني ايه، قال له ايه، مش انا بقول لك حرك او كده يعني. المهم بيزعق له يعني. فالمهم فتح الازاز قال له ماما كلام ما في حرك، سياره هنا ما في حرك. طبعا انا والعسكري فتسنا رحنا من الضحك يعني. بلاش تنمر يا جماعه، بس ده الموقف اللي حصل فعلا يعني. هو بلا صياح، ارجوكم بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. المهم انا والعسكري قعدنا نضحك، فالعسكري برضه سابوه خلاص، هو اداله المخالفه او خد المخالفه وسابه ومشي، والطريق برضه ورا يعج بالسيارات يعني. المهم هو كان تصرف خاطئ منه، وماما برضه يعني يا ماما ما تقوليلوش اقف هنا لا اتحرك والله لا يعني كده لانه هو نفذ كلامك بالحرف، ما تحركش والشارع ورا كان بيضرب يقلب، يعني يحرك يركن ويرجع لك او يعني كده يعني. المهم كونوا رفقاء بالشارع يا جماعه. المهم خلينا في بقيه الموضوع بتاع القياده. في حاجات خد بالك منها، في منها اللي موجود وفي منها اللي مش موجود. في طبعا كميه حركات رهيبه جدا اللي بيخش لك من اليسار دوت، اللي هو بيبقى الطريق مثلا حاره 2 3 والرابعه مدخل اليمين، فتبص لي عربيه تقوم جايه كده من اليمين وعامله كده قدامنا كلنا، يعني اول اشاره احنا كلنا واقفين بالطول كده، فهو يقوم جاي كده ويعمل كده. طبعا الموضوع ده في الاول كنت ممكن تقول انه شاب متهور بيعمل الموضوع ده، اقسم بالله امبارح بنت عملت قدامنا كده انا كنت بضحك وهي بتبص لي وانا بضحك وهي عارفه انا بضحك ليه يعني فاهم. هي جت من اليمين وقامت واقفه بالعرض كده، اللي هو ايش فيكم انتم، انا هكسر زي ما انتم تكسروا ربنا يعدي الحلقه دي على خير انا ماما يلا. فالموضوع بقى فعلا رهيب. كنا في الاول بنظن انه هنلاقي حاجات كتيره. خدوا بالك انه في الاول في بدايه قياده المراه، يعني هنا قياده المراه دي خدوا بالك كلام مش بس يعني للمواطنين للسعوديات يعني، لا، مواطنين والمقيمين اجانب كله بيسوق. فلما نقول قياده المراه اللي هو كل الامرأات اللي موجوده. في الاول كنا فاكرين ان هم بقى مفيش قياده، وكميه الفيديوهات اللي طلعت عن حوادث وبتاع مش عارف ايه. عايز اقول لكم بعد شويه لا يا جماعه، يعني في نسبة كبيرة بتعرف تسوق. وكمان الحتة اللي احنا كنا بنراهن عليها كشباب، هنلاقي بقى قطع الغيار كترت بقى، والعربيات اللي فيها حوادث كتير وبتاع، هوب خدنا مقلب. غالبية البنات 90% من البنات راحت اشترت عربيات زيرو، في 10% كده راكبين اللي هو موديل 2016 17 18، لكن الغالبية ركبوا عربيات زيرو. قالت لك اشتري دماغي من الاول، ولا اروح اصين، ولا اقف في الورشه، ولا اوجع دماغي، تشد وكاله على طول. فالموضوع ده كان يعني طبعا كان مقلب لينا. احنا قلنا بقى العربيات هتكتر بقى وكده، وهنلاقي قطع غير كتير. لا مفيش،
اتمجلبنا. المهم انه في الغالبيه سواقتهم كويسه معتدله، يمكن اكتر مننا كشباب يعني، لكن الحاجات اللي هي بتجننهم طبعا اللي هي حتى في مصر كان في بنت عملت فيديو عن الموضوع ده، ما تديهاش فلاش، ما تلزقش العربيه في العربيه بتاعتها، ما تقعدش تديها كلاكسات كتير، هم بيحبوا الاشارات، هي بتتخض لما اخش يمين او شمال من غير اشاره وكده. وفي اصدقائي كنت في مره راكب عربيه من العربيات، في عربيات يا جماعه كده لازم تخاف منها، لازم كامري الشكل القديم خصوصا، كابريس، توروس. فالمهم انا كنت راكب عربيه واحد صاحبي كامري، وبعدين داخل يمين، فانا اديت اشاره عادي يعني، ما انا دايما بمشي بالاشارات يعني، ولقيت لك ده ايش فيك ليش تعطي اشاره؟ قلت ايه يا معلم ايه ده في ايه؟ قال لي ما تعطي اشاره كيف كده كامري يعني. بص هي العربيه ايه يعني ليها كده يعني، عارف انت هلا بالعيال هلا بالزقر. العربيه دي ما تهزرش معاها خالص، كورولا ما تقلقش، اكسنت ما تقلقش، افيو ما تقلقش، كروز ما تقلقش، فاهم؟ ده بالنسبه لعربيات الشباب. عربيات البنات بقى في كام عربيه كده خط الانتاج بينزل بنات بس، كونا، هيونداي كونا، خط انتاج هيونداي بينزل للبنات. ما عمري شفت ولد راكب كونا خالص. والمازدا في مازدا مش فاكر السي اكس 9 باين او سي اكس 3 مش فاكر، المهم السي اكس اللي هي الشكل اللي هو كده ده. بص هم عندهم عشق للهاتشباك، تمام، اي عربيه هاتشباك، تمام. الليفل بقى الوحش، في ليفل وحش، انا ما كنتش متخيل ان ممكن في بنات او ستات يركبوا العربيات دي. سكويا، لاند كروزر، جيب، رانجلر، لان انا كنت اعرف حد يعني كان معاها رانجلر، اول مره قابلتها وشفت العربيه ازاي راكبه العربيه دي كده. ففي عربيات ممكن ما تتوقعش ان بنت اللي راكبه. انا في بنت من كام يوم كده كانت ماشيه بسكويا وعماله تتسحب في العربيه كده، بس كنا في شارع داخلي يعني اللي هو ايه ما حدش ياخد باله، لكن انا بصيت لها كده انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. فالمهم مش ما تقوليش يا سمير انت يعني انت بتتكلم يعني ان هم لا، في نسبه كبيره كويسين في السواقه يعني. اللي هتقول ان هم ليفل المش كويس، الليفل اللي هو الهادي الراسي المركز في الطريق، لكن ان هو ايه يكسر عليك او كده انا ما قابلتش بصراحه. طولنا شويه في موضوع القياده بتاعت البنات او النساء، نرجع تاني للجزء بتاع العربيات نفسها. امر مهم جدا تاخد بالك منه، ان انت وانت بتسوق اوعى 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 تمسك موبايلك. انا مش معايا انترنت على موبايلي بهدف السواقه، انا 80% من الحوادث بعدت عنها بسبب اني ما بمسكش موبايلي. جدا قاعده مهمه جدا في السواقه، ان خد بالك من اخطاء الاخرين، ما تقولش هو غلط، لازم تكون واخد بالك قوي 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 بجد فعلا. واهم شيء يخليك تاخد بالك ان الموبايل ما يكونش في ايدك، او الموبايل ما يكونش بيعمل نوتيفيكيشن. انا في شهر واحد بس اللي نزلت او خليت فيه انترنت على موبايلي، وعايز اقول لك ان انا تقريبا يعني برفع عيني الاقي عربيه في وشي كده يعني. الحمد لله تفاديت مثلا بتاع 6 حوادث كان كلهم بسبب الموبايل. عايز اقول لك بجد الموبايل بنسبه كبيره تتخطى 70% هو السبب في الحادثه بجد يعني. ال 30% الباقيين بقى اللي هي الاقدار يعني. فالمهم السواقه سواء كانت في الرياض يعني محتاجه حذر شديد. مكه بقى مش هقول لك تحذر ازاي، انا سقت في الرياض، سقت في مكه، وسقت في جده، وسقت في الخارج اوروبا، شوارع واسعه، عربيات هاديه، اشارات كده يعني، عارف انت اللي هو ايه. والدلم لما رحت الدلم برضو، يا ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. انما مكه لو جدع عينك تغفل ثانيه. اشارات مكه تقريبا كلها سواهر كلها. فبص انا في مره انا كنت متخيل ان انا دخلت غلط. بص هو الشارع فيه مباشر وفيه يسار، انا عايز اخش يسار بس اضطريت ان انا اقف في المباشر. لما الشارع فتح جوجل قال لي تيرن ليفت، يا نهار ابيض، وعربيه المرور واقفه والاشاره انا واقف في الدايركت، وقمت واخد يسار مع جوجل لان الاشاره فيها ساهر مش ينفع اقف اصلا. قعدت 3 ايام يا معلم قلبي حطيت ايدي على قلبي كده لاني توقعت ان انا خالفت. بعد كده قال لي لا عادي طبعا يعني هو المباشر واليسار طالما الاشارتين خضراء خلاص اوكي، لانه ساعات يقول لك اليسار الاشاره بتاعته فتحت والمباشر لا. فلازم تنتبه جدا 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 سواء كنت في الرياض او مكه. جده انا مشيتش في جده كتير، لكن جده برضو صعبه
لانه الشوارع قريبه من بعض وجده بطبيعتها اعتقد زحمه يعني. فالمهم ايه، دي يعتبر ايه جزء كده النصايح بتاع القياده. الجزء بتاع البيع والشراء زي ما انا قلت لك، لو انت اشتريت العربيه جديده خلاص امورك زينه طيبه، حبي بنزين وادعس ما عليك، معاك 5 سنين ضمان او 100,000 كيلو او ايا كان يعني على حسب. طيب لو هتشتري مستعمل، في حالتين من المستعمل، ده وجهه نظري طبعا. الحالتين هما تحت ال 20 سنه، فوق ال 20 سنه. يا سلام، يا سلام، كل التوهان ده ولازم اعرف الحقيقه. 20 سنه يعني ايه؟ يعني عندك من قبل مثلا 2002 وعندك من بعد 2002 او مؤخرا. لو انت هتشتري عربيه حاول تروح لغايه فوق 2015 وهكذا. لكن لو انت تحت ما تقعدش تفكر بقى. يعني انا بستغرب جدا من اللي يقول لك السياره للبيع موديل 2000 وكاله من الصدام للصدام. يا اخي بالله عليك، وكاله عربيه بقى لها 24 سنه على الارض، وكاله كيف يعني؟ كيف وكاله كده يعني؟ في واحد من اشهر الناس اللي عمري ما شفت حد اشترى منه، وكل الناس اللي بتعلق عنده على الصفحه بتقول له يا اخي بالله رد علينا، يا اخي بالله. انا هنطق الجمله الشهيره اللي هو بيقولها بس انتوا تعرفوه يا شباب: في سيارات اكسنات جديده وكاله، السياره عامله 280 الف كيلو. بقالنا 3 سنين بنتواصل معاه، عمره ما رد ولا عمره قال اللوكيشن بتاعه. كل التعليقات بتخش تقول له انت ليه ما بتردش وبتعلن عن العربيات. نفسي مرة انا غيرت رقمي، اديت رقمه لاصحابي، خليت الناس تكلمه من ارضي، ما عمره بيرد. نفسي افهم بيعلن عن العربيات ليه. المهم يعني لو عرفتوه خلاص يعني ما لا داعي للسياح. بس هو بجد هو مريب. انا ما اعرفش مريب اللي هي ايه. مريب اللي هو مش يعني عندنا بالمصري مريب اللي هو يعني انت بتعمل كده ليه، مش مريب اللي هو مخيف يعني. انت بتطلع تعلن عن سيارات ليه وانت مش هتبيع. المهم نرجع لان هو ايه، بيحط عربيات حلوه والبيع بالاقساط. موضوع التقسيط عندك بقى فيه كذا حاجه. طيب لو انت هتشتري كاش خلاص الموضوع بيبقى متوازن ما بين بتشوف حاله العربيه وتشوف عدد الكيلومتر وتشوف السنه بتاعت الايه الانتاج وتقيس الكلام ده. رحت كنت بدور على عربيه انا وواحد صاحبي، احتمال الحلقه دي تطول نطلع على 10 دقائق كمان. بندور على انا وواحد صاحبي على عربيه من فتره. فالمهم نزلنا الحراج اللي في القادسيه. العربيه موديل 2019 وعندك 2020 تقريبا العربيات ما مشيتش في الشارع. يعني العربيه اتولدت 2019 وفضلت شويه ما اتباعتش يعني، او ممكن يا سيدي اتباعت في 2019 وما مشيتش في 2020 عشان الكورونا، ومشيت 21 واحنا يعتبر عدى 22. احنا لسه في بدايه 23 وكنا عنده من 4 مثلا شهور. كنا في نهايه 2022. العربيه موديل 2019 وعامله 390 الف كيلو. ايه ده مش نقطه. احنا وقفنا عايزين نعرف العربيه دي عملت العدد ده ازاي. والمشكله ان هو بيقول لك السياره وكاله. يا ابن الحلال كيف وكاله؟ كيف وكاله؟ طبعا يا شباب مواصفات السياره غير عادي، 5 سرعات، دخول غبي وتشغيل غبي. طبعا سرعه السياره من 0 ل 100 خلال 5 ايام عمل، واذا صادفت ويكند ناجلها اليوم الاحد. فيها خاصيه توقف الخاطئ، مساعد انزلاق، فيها مشتت سرعه. طبعا السياره 127 حصان، واحد منهم ميت. لو قسمت بص بقى القسمه الظريفه اللي هي العاديه يعني، هتقسم الكيلومتر ده على السنين على الشهور، هتلاقي العربية مثلا كانت بتمشي في الشهر الواحد يزيد عن 20,000 كيلو. بتعمل ايه؟ مش فاهم انت تروح فين 20,000 كيلو؟ ده كان موضوع غريب. لو انت بتتكلم في عربية مثلا 2000 2005 2010 وعاملة 200 300 ألف، اوكي معقول. اللي هي مثلا كانت بتعمل 2000 3000 كيلو في الشهر، يعني بتغير زيت كل مثلا 3 شهور حاجة كده، على لو اللي هو على 5000. تمام؟ لان كل العربيات اللي هي تحت ال 2010 الافضل ان هي تغير زيت كل 5000، والافضل ان انت نفسك ما تكسرش ال 4000، غير عند ال 4000. دي نصيحه من الميكانيكي مش مني. فوق ال 2010 بقى اسال بقى يعني، بس انت ما تحطش زيت 10000 لانه المكنه قديمه فالموضوع هيبقى مش ظريف. فالمهم لو انت هتشتري العربيه بتقارن ما بين كوري، ياباني، امريكي. دول يعتبر ايه الفئه اللي هي متداوله بين الناس. تمام؟ انا عربيتي كوري. ال3 عربيات دول هم اللي عليهم اقبال. تمام؟ فأنا بقول تمام كتير صح؟ تمام؟ فالمهم العربيات اللي بعد كده خد بالك انه الريسيل بتاعها مش كويس قوي. يعني لو انت اشتريتها جديدة
حلو هتخدم معاك لغايه 10 سنين. اي عربيه اعتقد هتخدم معاك فوق ال10 سنين طول ما انت بتستخدمها استخدام جيد. بس ما تجيش تفكر ان انت في الريسيل عايز تبيعها بثمنها ساعه ما اشتريتها، ده برضو مش منطقي. قطع الغيار والصيانه المتوفره للامريكي والكوري والياباني كتير. في عربيه من العربيات واحد صاحبنا والده شغال في التوكيل بتاعها، قطعه غيار ما عرفش يجيبها له، تخيلين وهو في التوكيل. طبعا يعني ما تاخدش كلامي وتقول لي يعني انت بتقول ان في توكيل مش عارف ايه، انا بقول لك على اللي بيكون متاح وغير متاح، لان هو برضو التوكيل ممكن ما يصدرش منها. في عربيات فجأة توقف خط انتاجها، يعني في عربية قالوا لي ان هي نزل الشكل ده منها لمدة 2 بس وتوقف خط الانتاج، فبطلوا ينتجوا منها قطع غيار. عشان ما تقوليش يعني هو الوكيل مقصر، القصة مش في انه الوكيل مقصر، القصة ان هو البيع بتاعها مش كتير. فلو انا هستورد، طبعا المستورد او الوكيل مش هيستورد 3-4 حتت، بيستورد 5000 10,000، فانت متخيل انه هو يتركن عنده 10,000 حته في المخازن، في حين ان هو اصلا ما باعش. لما باع من العربيه دي 2000 قطعه او 3000 قطعه، فهي ليها حسبه تانية في البيزنس، بغض النظر عن قصه ان هو الوكيل مقصر او بتاع، لا ليها حسبه تانية. فالمهم ايه، انا بحاول اكون دبلوماسي شويه، انت ما تدنيش في ده، انا داخل انصحك يعني. فالمهم لا، هي ليها شويه اعتبارات، او ان العربيه ادمت فخلاص ملهاش قطع غيار. او على فكره عايز اقول لك في عربيه مع واحد صاحبنا وموجوده في الارض كتير، جينا ندور لها على قطع غيار ما لقيناهاش هنا، او لقيناها تقريبا بسعر غالي، فاضطرينا احنا نجيبها من مصر، يعني خلينا حد جابها لنا معاه من مصر وهو جاي. في قطعه غيار في مره في عربيتي كل الناس استغربت، قالت لي انت عملت كده ازاي؟ وما لقيتهاش نهائيا، واضطريت ان انا اروح اجيبها من التشليح. حتى الراجل قال لي اول مره بيع القطعه دي اللي هي ايه، الواير بتاع الهاند بريك. انا قطعت الواير يا جدعان، الهاند بريك انا كنت بتعافى عليه، انا كنت فاكر ان هو محتاج ان هو تبقى انت ايه بودي بيلدينج كده وانت بترفع الهاند بريك كده. قال لي على فكره انت اول ما يطقطق معاك ويوصل هو لوحده ويوصل العربيه تقف. جربت بعد ما ركبت الواير الجديد لقيت ان الموضوع صح، مش محتاجه عافيه خالص. انا بقعد جنب ناس دلوقتي بيمسك البتاع كده اللي هو بيرفع كده الباور كده، يا ابني انت تلعش حديد، ارفعه بالراحه. انا قلبي بقى يتقطع مع الهاند بريك اللي مع عربيات صحابي، فبقيت انصحه اقول له خد بالك ممكن ميبي ان هو يتقطع. هو في الاخر العربيه من جواها عباره عن سلوك بتاع مش عارف ايه، هي قابله لان هي تستهلك، فانا كنت بتعافى عليها فاتقطعت. لفيت كل المحلات، رحت التوكيل قال لي موجوده في فرع في شمال المملكه نطلبها لك توصل بعد 30 يوم. ما اعرفش ليه برضه 30 يوم، فانا قلت له طب ماشي ما تطلبهاش بس انا هشوف انا هعمل ايه. ما عرفتش، يعني كل ما اروح في حته اتورط، اجي اركن الاقي يعني الرصيف مرتفع شويه عن الارض مثلا 20-30 سم، فالعربيه تريح. اروح في مكان يكون فيه مطلع منزل فمش نافع، فاضطر ابعد عن المكان خالص لغايه ما الاقي ارض مستويه واقف. فالموضوع كان مزعج في خلال 2-3، فاضطريت ان انا اروح التشليح. المهم اجيب المستعمل منين، النقطه دي مهمه. المسار الأيمن السرعة 194. هتجيب المستعمل مؤخرا. بص لو انت في الرياض عندك الحراج بتاع الشفا والحراج بتاع القادسية، دول مكانين. لكن انا وصديقي مرتحناش قوي لما رحنا هناك، لان هو بيدور في فئة سعرية معينة، فلقينا يعني في اختيارات كتير لكن بالسعر اللي احنا عايزينه ما لقيناش مع الموديل مع المواصفات اللي احنا عايزينها. احنا عاملين كومبينيشن كده، يعني هو معاه يعني رقم معين وعايز يجيب بيه عربيه معينه، هو عايز اختيار معين برضه في خلال موديل معين، فاحنا مش عارفين نلاقي الحته دي. ولما نزلنا لقينا العربيات برضه كيلومتر بتاعها كبير وبتاع، فالموضوع ما كانش ظريف. عن تجربه بتاعتنا احنا، انت ممكن تكون تجربتك افضل وممكن تلاقي. اللي احنا ما لقيناهوش كان موجود زمان، ان انت بتروح معارض بيقول لك ان هو بيقسط دايركت مع المعرض، ده احنا ما لقيناهوش. لو حد عنده اقتراح يقوله لي في التعليقات. لكن واحنا في عمليه البحث دي لقينا مكانين خطار جدا.
انصح بيهم لكني ما جربتهمش، مش عن تجربه، لكن شفت حد اتكلم عنهم كويس جدا، ولما نزلت لقيتهم موجودين على الارض فانا اطمنت نفسيا. سياره اونلاين، وعلى فكره باي ذا واي ده مش اعلان مدفوع، انا عشان لقيت عندهم حاجات كويسه ودي حاجه مطمنه شويه. سياره اونلاين ده اللي انا قلته في الحلقه اللي فاتت تقريبا، ممكن تشتريها اونلاين، بيصور لك العربيه حته حته من جوه ويعمل لك 360 جوه وبره، وبيقول لك كل قطعه في العربيه فيها ايه وتاخد بالك منها في ايه، فيها حكه، فيها رشه، فيها مش عارف ايه. وغالبيه العربيات اللي بيحطوها نظيفه جدا، وغالبيتها ما بتتخطاش ال 100 كيلو، 100,000 كيلو. طبعا اي عربيه 100,000 كيلو تكون مطمن لها شويه. فوق ال 150 او 180,000 كتير من الناس بيقول لك يعني خد بالك ان هي هتبدا توريك اعطال. فطبعا الاعطال في العربيات برضو من الحاجات اللي انت لازم تكون متصالح مع نفسك فيها. مفيش عربيه ما بتعطلش، عربيه جديده قديمه بتعطل، عشان برضو بس نكون فير. لكن اعطال العربيه القديمه ممكن تكون ليها مشاكل كتير. زي ما بقول مؤخرا من اسبوع في واحد صاحبي فعلا عربيته فيها مشكله في المروحه بتاعه الرياديتير، احنا مش لاقيين مروحه، وسعر المروحه تقريبا 900 ريال كده. اللي هو قلت له نعم مروحه ب 900 ريال، قال لي وبرضه مش لاقينا في التشليح. يعني هي يعني جديده تقريبا ب 900 ريال، فاحنا بنحاول نشوفها في التشليح فمش لاقيينها، فلان العربيه قديمه فهو برضه يعني كتير ان انت تحط 900 ريال. فالمهم سياره اونلاين، خش انت اتفرج عليه، هتلاقي عندك اختيارات كتير، وبيبيع كاش وبيبيع تقسيط على 3 سنين تقريبا او 5 سنين، والعربيه بتوصل لك لغايه البيت ديليفري. وبيقولوا ان انت لو ما عجبتكش العربيه ممكن ترجعها وتسترد فلوسك. الموقع التاني اللي برضو لقيناه حلو وبيحط لك كل تفاصيل العربيه واسعاره برضو ظريفه، سويتش كار. ده موقع تاني بيدي لك نفس الحاجات، اللي هو بيصور العربيه كامله. هو الميزه في الموقعين دول عن موقع حرج برضو تلاقي عليه عربيات. حرج اشخاص هم اللي بيحطوا العربيات بتاعتهم، لكن سويتش كار وسياره اونلاين، وبرضو باكد ان ده مش اعلان، في اداره او في مجموعه من الناس هم اللي بيحطوا العربيات وبيصوروا العربيه حته حته، وبيبين لك العربيه فيها ايه بتقرير كامل مفصل. مش اللي هو بيقول لك ان السياره وكاله من الصدام للصدام، وما هي رشه، وما هي مش عارف ايه، وما هي مقلوبه، ما تقلقش. فهو بيحط لك كل حاجه على التفصيل عن العربيه. في الموقع الرابع او الخامس اللي هو اكسبتريتس، اللي هو بالعربي المغتربين. اكسبتريتس برضو هتلاقي عليه تنوع كويس من السيارات، لكن الغالبيه اللي موجودين على اكسبتريتس هنود وفلبينيين. فهم الهنود والفلبينيين بيختاروا نوع معين من العربيات، بيحبوا قوي الهوندا، بيحبوا التويوتا، بيحبوا الكيا، فهتلاقي بيحبوا الشيفروليه، فهتلاقي ليهم انواع من العربيات يعني معينه، مش كل العربيات. فبيحبوا طبعا امريكي، فورد مثلا وهكذا. بخلاف مثلا هتلاقي يعني احنا بنميل للكيا، للتويوتا، للهيونداي، يعني مش كل العربيات احنا بنميل ليها مثلا، فاهم كده؟ يعني الموضوع بقى ايه، حكايه بقى ان انت خد العربيه من شخص وما تاخدش العربيه من شخص وبتاع. بص، من الموضوع ده ملوش قاعده. انت خد العربيه وشيك عليها، سواء كان في مركز صيانه او لو انت بتفهم في العربيات نسبيا. لكن تفكر ان انت تاخد عربيه تعبي فيها بنزين وتطلع سليمه 100%، الموضوع دوت ممكن تكون العربيه فعلا سليمه، انت تاخدها يحصل فيها مشكله مع طريقه سواقتك، مع مشوار انت عملته بتاع مش عارف ايه وهكذا. تقريبا دي كل النقط اللي انا كنت كاتبها. اتمنى الحلقه تكون مفيده ليكم، وشويه النكت اللي في الاول دي يعني ما حدش يزعل مننا. الموضوع كله في الاخر هو عن تجربه، وانت بتنقل التجربه اللي انت بتشوفها. ممكن حد تاني يشوف بعين تانية ويشوف انه زي ما بيقول لك الناس، يعني ازاي انت بتحسب الناس حواليك كشخص. حتى في السلوك هنعتبر ان انت ماشي على سرعه 80، ده بتكلم في طبيعه شخصيتك. يعني لو انت ماشي على 80، اي حد هتشوفه ماشي 100 و110 و120 هو شخص متهور. واي شخص وانت 80، واي شخص بيمشي 40 60 هتلاقي ان هو شخص كسول. طبق الكلام ده في الحياة، فبنظرتك انت او بعينيك انت المنظار بتاعه او النضاره بتاعته بتقيس الناس بنفس الطريقه دي. المهم شكرا لكم واسف على الاطاله، واتمنى يعني اكون بفيدكم فعلا، مش موضوع ما يكونش بس مجرد دردشه وكلام وكده، يكون في معلومات في النص انت ممكن تكون بتستفيد بيها ان شاء الله. اي حد عايز يقول لي على موضوع، كان في حد طلب مني ان انا انزل اصور في الحرج، ان شاء الله هحاول انزل اصور، بس يعني يكون الموضوع متاح. وممكن اصور لك كمان دول بيسمحوا بالتصوير توكيل عبد اللطيف جميل للمستعمل على طريق الملك فهد.
كذا حد كان راح صور هناك وانا ممكن اصور لك. والميزه او يعني ميزه وعيب انه التصوير في المكان ده لازم يكون له تحديث باستمرار، لان هو الشخص اللي كان هناك انا قابلته كنت بكلمه قال لي بص العربيات هنا بتتجدد كل اسبوع، فانت لو انت جيت شفت حاجه لو ما خلصتش فيها هتروح. فلو انا نزلت صورت لك فيديو وانا حطيته مثلا على القناه عندي مدته اخره شهر، بتكلم في الاسعار، او مثلا 3 و4 شهور، انما ممكن ما ترجعش المقطع فيديو من 2-3 وتقيس او تقارن الاسعار من 2-3 على الاسعار بتاعت النهارده. الموضوع اختلف كتير بسبب انه الموديلات بتختلف، والموديل اللي بينزل جديد اصلا بقى سعره مختلف عن العربيه. في عربيه ما من العربيات كان سعرها اول ما نزلت 45,000، النهارده نفس العربيه بتاعت اللي كانت في سنتها موديلها 45,000، العربيه دي النهارده ثمنها 65,000، فالريسيل بتاعها هيختلف. تمام. فالمهم برضو اسف على ان انا دخلت في نقطه ثانيه زياده، فقولوا لي في التعليقات لو حابين ان انا اعمل حلقه تانية بس بنقاط جديده مفيش مشكله، وان شاء الله لو قدرت انزل اصور في المكان دوت هصور لكم ان شاء الله فيديو من واقع الارض او من مكان الحراج. شكرا لكم، كان معاكم محمد سمير من قناه محمد سمير بودكاست عن تجربه حياتي في السعوديه. شكرا، سلام.